مرحبا بكم. بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك وسط تحديات جمة تواجهها الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسط لتأمين كبش العيد الذي بلغت أسعاره أرقاما قياسية هذه السنة، مدفوعة بالتضخم وتداعيات الجفاف وغلاء الآلاف في السوق الوطنية. وككل سنة تعرف أسواق الأضاحي رواجا كبيرا بعد توصل الموظفين والأجراء برواتبهم الشهرية التي تتزامن هذه السنة مع نهاية الأسبوع الجاري، إذ يتوقع أن تلجأ كثير من الأسر إلى شراء أضحية العيد في اليومين المقبلين. ويقول بوسلهام العوني متاجر بالأضاحي بأن الأسواق خلال الأيام الماضية عرفت رواجا ضعيفا، مبرزا أنها تميزت بوفرة العرض وقلة الطلب. وأضاف العوني أن الأسواق التي يتوافق انعقادها مع توصل الموظفين بأجورهم الشهرية تسجل رواجا أكبر مقارنة بباقي الأيام والأسابيع الأخرى، متوقعا أن تكون هذه السنة مماثلة للسنوات السابقة. وأكد المتحدي الداتا الذي يتحدر من إقليم القنيطرة أن الإنتاج متوفر بشكل كبير والخير موجود والحمد لله، خصنا غير الشاري، معبرا عن أمله أن تنتعش الحركة في أسواق بيع الأضاحي في الأيام المقبلة وأن تكون الأسعار مناسبة تضمن للفلاحين ومربي الماشية أرباحا تتلائم مع الجهود والأدوار التي يقومون بها من أجل الحفاظ على توازن السوق وضمان وصول الأضاحي إلى جميع المغاربة. من جهته قال بوعز الخراطي رئيس الجامع الوطني لحماية المستهلك إن سوق الأضاحي حرة والأسعار حرة ولا يمكن أن يتم التدخل فيهما، مستدركا بأنه في حالة رؤوس الأغنام مستوردة الحكومة مطالبة بتسقيف أسعارها لأن مستورديها مدعومون من المال العام المحدد في 500 درهم للرأس، وهو ما يخلق تنافسية غير شريفة بين من ينتج الأغنام ومن يستوردها ويحصل على دعم مباشر عن كل رأس. وأضاف الخراطي مهاجما مستوردي الأغنام حيث وصفهم بالشناق الجدد أن الشناق العادي الذي يشتري من الفلاح في السوق ويكون كوسيط بين الفلاح والمستهلك انضاف إليه الشناق الافتراضيون، وهناك نوع من الشناق أصحاب المال ولا علاقة لهم بتربية المواشي يستثمرون عبر جلب الخروف من الخارج ليستفيدوا من دعم الدولة. وأشار الخراطي إلى توصل الموظفين والأجراء وأصحاب الدخل الشهري عموما بالأجور يؤثر على الأسعار من خلال الرفع من الطلب على الأضاحي في الأسواق، لأن الجميع يتجه في الوقت نفسه إلى السوق لشراء الأضحية.